بالتزام طه بن عبد الله لا يباهى في الجود والبأس ولا يداهى طغى أبو جهل فظن أحمدا مثل الورى ومنه لم يطلب هداه تمس حجاه يوم بدر بانا حين أطنت ساقه وحانا طفى الذين دخلوا باب الهدى على عداهم باتباع أحمدا طلبت بالمختار ما أختار من مالك الملك الذي يختار طلبت من مولاي كوني سرمدا له بخدمة النبي واقتداء طلبت من مكرم مكرما كونهما لي وكوني لهما ظفرت بالكتاب والحديث شاكر من أمر بالتحديث غفرني الوهاب بالقرآن وسنة غرائب بالعيان ظهر لي أن اعتصاما بالكتاب وبحديث المصطفى هو الصواب ظهري إلى الله التجا من يومي هذا بذين لأجل يومي ظلمي وذنبي ورذائلي جميع بالذكر والحديث يمحوح البديع ظلم نفسه الذي لم يعتزم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ذللت عابدا خديما بضليل من عام أيشش إلى عام أخير كتاب ربي أنيسي من عبدك للمصطفى رئيسي كرامتي ومفخري وجاهي كتاب ربي ورسول الله كوني خادم النبي والكتاب فضل من الوهاب لا من اكتساب كنز الكتاب والحديث والأداب لا جمع ذكري فضائل النبي وارتجي به جوادا وقبيح فضائل المختار صلى الله عليه بالآل ومن والاه فضائل المختار صلى الله عليه بالآل ومن والاه فقد فضائل ذوي الفضائل لأنه أنيل خير نائل فلا أمري في الإله والرسول يكون لا في عدل ولا خلود فديته لو كان يفدى بدمي وبلساني ويدي وقلمي وسب ما من مالكي أتاني به ومن خبرك العيان فزت بالإيمان وبالإسلام وفزت بالإحسان بالإتمام كل قلبي بامتداح أحمدا وأرتجي بالصفاء من كل داء كل وقت يا لمدح المصطفى وكرما وذاك حسبي وكفى قلبت الخدمة نحو المتبع وذاك فاق من المرء ذهبا قبلت ما أهدى به الكريم وفي دوام الشكر لا أليم حسبت زوره ولا حول ولا قوة إلا بالله قلبي إليه سائل وذائل وبدني فلا حدني أنت
وذاك ما وقع قط لبشر شكرت ربي على كوني لا عبدا خديما للذي قد فضل شق علي كون ذنبي كثير لكنني أرجو شفاعة البشير شوقي وخدمة النبي زادي إلى يوم هوى تزلزلا ووجلا شكوت للغفار كثر ذنبي بتوبتي وخدمتي وحبي شكوت ما بي له بمدحي حبيبه المختار بابر به هبات خير العالمين وافرا إني غدا مثل بحور ظاهرا هو الذي يتحف بالرباح قلبا وقالبا وبالفلاح هممت بالخدمة والثناء للحب والشكر على النماء هم الكتاب والحديث والفروع وآلة تعينني على السرور هداني الهادي بجاه الهادي إلى الصراط المستقيم البادي همتي اليوم لها